يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. احنا ميعادنا النهارده مع هوم ورك ليسن 4، اخر درس في الشابتر 1. واتقل درس في الشابتر 1 الاتنين. معلش اعذروني بس صوتي رايح عندي برد، فمعلش حقكم عليا. طيب، وده السبب ان الفيديو هينزل لك متأخر شوية، لان انا بس كنت تعبان اليومين اللي فاتوا. المهم، احنا عايزين النهارده نحل الهوم ورك كله، وبإذن الله أيا كان أنت بتحضر سواء سنتر أو أونلاين. في أي سنتر الحصة الجاية أنت عندك ريفيجن على تشابتر 1 كله. الحصة الجاية من أهم الحصص اللي تبقى في السنة، تبقى ريفيجن على تشابتر 1 كله. أشرح تشابتر 1 كله من أوله لآخره، وهنحل عليه كمان شوية أسئلة سوا. بلاش نضيع وقت، يلا بينا نخش على الهوم ورك. ماشي، أول حاجة، أول سؤال بيقول لك the oxidation number of iron doesn't change by roasting in a ore. يعني إيه روستنج؟ يعني سخنه في الهواء. روستنج يعني إيه؟ heat in air، بسخنه في الهواء. طب هو اي حديد يا دكتور بسخنه في الهواء بيديني ايه؟ اي حديد بسخنه في الهواء بيديني هيماتايت. اي حديد اسخنه في الهواء يديني هيماتايت. حلو. طب يعني السيدرايت ده اللي هو اف اي سي او 3، لما اعمل له روستنج هيديني هيماتايت اللي هو اف اي 2 او 3. تعالى يا دكتور نبص على الاكسيديشن نمبر بتاع الحديد هنا وبتاع الحديد هنا. الاكسيديشن نمبر اللي هو الفالنسي يعني. السي او 3 كلها على بعض الفالنسي بتاعتها بنيجاتيف 2، صفحة الفالنسي لازم تبقى حافظها. والاف اي تبقى بوزيتيف 2. فهنا الحديد كان بوزيتيف 2، والهيماتايت معروف ان الحديد بتاعه بوزيتيف 3. هتقول لي حسبتها ازاي؟ اقول لك الاكسجين بنيجاتيف 2، معايا 3 اكسجين يعني نيجاتيف 6. نيجاتيف 6 لازم ده كله يبقى بزيرو. طول ما ده بنيجاتيف 6 يبقى دول بوزيتيف 6. الاثنين بوزيتيف 6 تبقى الحديد الواحده بوزيتيف 3. عملناها كتير جدا. يبقى هنا من بوزيتيف 2 لبوزيتيف 3 كده الرقم اتغير. طيب، اللي بعديها بيقول لك الهيماتايت. التشويس اللي تحتيه بيقول لك ان الهيماتايت، هو انت الهيماتايت لما تسخنه في الهواء تقول يا دكتور هيفضل زي ما هو هيماتايت. يعني الاكسديشن نمبر ثابته ما اتغيرتش، يبقى دي صح، ما تتسرعش، شوف اللي تحتيها. الليمونايت ده عباره عن ايه؟ الليمونايت ده عباره عن هيماتايت مبلول اف اي 2 او 3 ماسك في ميه. فانت ده لما بتسخنه هيتحول لهيماتايت اف اي 2 او 3. لما تيجي تبص على الحديد هنا، الحديد هنا اف اي 2 او 3 يعني بوزيتيف 3، والحديد هنا اف اي 2 او 3 يعني بوزيتيف 3. يبقى الاجابه الصح مور ذان انسر از كوريكت. عندي اجابتين ينفع. الاجابه الصح هنا تشويس دي. ماشي. طيب، تعال نشوف السؤال اللي بعده. تاني سؤال بيقول لك concerning the statements، الجمل اللي عندك دي. أول حاجة statement 1 it is produced through heating FeC2O4 in air. دكتور أنا مش عارف إيه ال FeC2O4 in air، ما يفرقليش. ده حديد وأسخنه في الهواء. أي حديد تسخنه في الهواء يديك إيه؟ هيماتايت مع ده الحديد. طيب، تاني واحد it is produced through reduction لل Fe2O3 باي ال H2. عمل ريدكشن للهيماتايت. بص يا دكتور، ريدكشن للهيماتايت ممكن يدي لك حاجة من ثلاثة على حسب درجة الحرارة. لا إما يديني Fe، لا إما يديني FeO، لا إما يديني Fe3O4. لو درجة الحرارة أكتر من 700 بيديني Fe. لو درجة الحرارة من 400 ل 700 اف اي او. لو درجة الحرارة من 220 ل 300 اف اي 3 او 4. بقى لحد دلوقتي مش عارف مين تاني واحد ده. طب تالت واحد it reacts with oxygen، لما بحط عليه اكسجين يعني من الاخر لما تسخنه في الهواء يديني اف اي 3 او 4، يديني ماجنيتايت. دكتور هو اي حديد بحط عليه اكسجين بيديني هيماتايت ما عدا مين؟ ما عدا الحديد بيديني ماجنيتايت. يبقى تالت واحد ده الحديد عشان هيديني ماجنيتايت. طب رابع واحد it can react with diluted acid forming iron 3 salt. ممكن يعمل reaction مع diluted acid فيديني iron 3 salt، iron 2 salt آسف. يعني مثلا يديني FeSO4 أو يديني FeCl2. ده لما أحط عليه أسيد والأسيد يبقى diluted. ده يا دكتور كده خلاص معروف إن هو مين؟ ال FeO. حلو. بيقول لك مين من دول هو ال FeO؟ فال FeO ممكن يبقى رقم 4 صح؟ ممكن يبقى رقم 2 لأن رقم 2 ممكن برضو تطلع لك FeO. فالإجابة الصح هنا تبقى 2 و4 تشويس دي. هنشوف السؤال اللي بعده. ماشي، سؤال 3 بيقول لك which of the following بيديني نفس الايرون اوكسيد. heating iron to sulfate in air، ده هيديني هيماتايت. ليه؟ اي حديد من غير كربون، اي حديد يسخنه في الهواء يديني هيماتايت. يا عم خلاص خلصت. heating iron to oxidate in air ده برضه هيديني هيماتايت. اي حديد يسخنه في الهواء يديني هيماتايت. فالاجابه الصح هنا تشويس ايه.
طيب تعال نشوف اللي بعده. study the following equation. ده ماجنيتايت، حطيت عليه HCl concentrated. حلو، اداني X و Y و مية. طيب X ده و Y، واحد فيهم هيبقى FeSO4 والتاني هيبقى Fe2SO4 3. ليه؟ انت اصلا الماجنيتايت ده ميكس ما بين ال FeO وما بين ال Fe2O3، فلازم يطلع لي ايه؟ ميكس ما بين ال FeSO4 وال Fe2SO4 3. ماشي. بيقول لك لو X is easily oxidized to Y، X بسهولة جدا يتحول يبقى Y. طيب لما اقول لك حاجة تتحول بسهولة يبقى ده X ده unstable، Y ده stable. حلو، طب هو مين الحديد اللي ستيبل؟ الحديد اللي ستيبل هو الاف اي بوزيتيف 3. ليه؟ عشان ساعتها لما الاف اي بتبقى بوزيتيف 3 بيبقى هو 3 دي 5، فبيبقى ستيبل. حلو، يعني دلوقتي واي ده هو ده، واي ده هو مين؟ واي ده هو ده، واكس هو ده. ماشي، يعني اكس هو الاف اي اس او 4، واي هو الاف اي 2 اس او 4 3. ماشي. طيب بيقول لك بقى اكس ده بروديوست لما اعمل رياكشن للهوت ايرن مع كلورين. هوت ايرن مع كلورين، حديد مع كلورين بيديني اف اي سي ال 3، فده ما ينفعش. انا اسف، معلش. هو بس بدل اف اي اس 4 تبقى اف اي سي ال 2 واف اي سي ال 3. هو اصلا هيحط اتش سي ال، انا بس قريت هيحط اتش 2 اس 4. معلش اعذروني العمر ده، بس انا عيان اصلا فالدنيا بايظه معايا شويه. اف اي سي ال ده قلنا 2 وده قلنا في سي ال 3. ماشي. واي ده بيجي لما اعمل رياكتنج للايرن مع دايليوزد هيدروكلوريك اسيد. اصلا واي ده في سي ال 3. حلو، فمستحيل حاجه الايرن مع دايليوزد هيدروكلوريك اسيد يديني اف اي سي ال 2. ليه؟ عشان الهيدروكلوريك اسيد بيطلع معاه هيدروجين جاز، والهيدروجين بيعمل له ريدكشن، فدي كمان غلط. طيب سي، X is produced from reacting the iron to oxide with concentrated sulfuric acid. الاكس دي بتطلع لما اعمل رياكشن للايرون 2 اوكسايد اللي هو الاف اي او مع كونج سلفوريك اسيد. سلفوريك اسيد ملوش علاقه من هنا اتش سي ال، فالاجابه اكيد دي. الواي دي بتطلع لما اعمل رياكشن للاف اي 2 او 3 مع اتش سي ال ويبقى كونج بالظبط يديني اف اي سي ال 3. طيب خمسة، بيقول لك on heating iron in air the formed compound is characterized by all of the following except. لما بسخن حديد في الهواء، اي حديد بسخنه في الهواء يديني هيماتايت، ما عدا مين؟ ما عدا الحديد بيديني مين؟ بيديني ماجنيتايت. حلو، ده mixed compound of iron 2 و iron 3 salt. لا غلط. ليه؟ عشان قال لك كلمة سولت. كلمة سولت دي بقولها لما يبقى FeSO4 مثلا، FeCl، لكن ده ميكسد كومباوند من الايرون 2 ايرون 3 اوكسايد، فدي اللي غلط. طب اللي تحتيها اقدر اعمل له اوكسيديشن ريدكشن، صح. ماجنتيك، صح. لونه اسود وبيتحول لبلاد ريد لما سخنه في الهواء، صح. ماشي. ست، on heating the three different iron oxides in air then reacting the product with diol H2SO4 ايه اللي هيطلع؟ انا هجيب التلاتة ايرون اوكسيد واسخنهم في الحديد. طب هو انت اي حديد ايا كانوا هما مين بقى تسخنه في الهواء يديك ايه؟ هيماتايت. فالتلاتة هيتحولوا يبقى هيماتايت. طب الهيماتايت لما احط عليه دايل H2SO4، والهيماتايت بيعمل رياكشن مع الدايل يا دكتور؟ لا. يبقى الاجابة ان هيفضل عندي ايه؟ هيماتايت زي ما هو. ازاي يا دكتور؟ علشان الهيماتايت ما بيعملش رياكشن مع اي حاجة دايليوتد، فبالتالي الهيماتايت بيفضل زي ما هو من غير ما يحصل فيه اي اختلاف. طيب سبعة، preparing magnetic iron oxide اللي هو الماجنيتايت يعني من iron 2 sulfate من FeSO4. يعني انا عايز اروح من ال FeSO4 اخليه يبقى ماجنيتايت. تعالى نمشي مع الخطوات. اول واحده بيقول لك اعمل له اوكسيديشن وريدكشن رياكشن. اوكسيديشن وريدكشن رياكشن ممكن، طب نسيبها على جنب كده يا دكتور. تاني واحده الثيرمال ديكومبوزيشن، يعني سخنه من غير هواء، ده لما تسخنه من غير هواء يديك هيماتايت. ماشي. وبعدين اعمل له ريدكشن، بعد ما اسخنه من غير هواء يديني هيماتايت اعمل له ريدكشن، الهيماتايت اللي عملت له ريدكشن يديني دي. ده دي صح جدا يا دكتور. طيب دي precipitation reaction لسه ما خدناهاش. طب دي thermal decomposition، تمام. thermal decomposition يا دكتور يعني سخنه من غير هواء فيديني هيماتايت. طب هو ليه يا دكتور لما سخنته من غير هواء اداني هيماتايت؟ عشان اي حديد اسخنه من غير هواء وهو ما فيهوش كربون بيديني هيماتايت.
بعدين اعمل له اوكسيديشن. لا يا دكتور، ده انا المفروض اعمل له ريدكشن، اخليه يقل، علشان لو من هيماتايت ماجنيتايت انا بعمل ريدكشن درجة حرارة من 230 ل 300. واي ريدكشن بحتاج ايه يا دكتور؟ جدع، H2 و CO. ماشي. رقم 8. The correct steps arrangement to convert hydrated iron 3 oxide into iron 2 sulfide. بيقول لك انا عايز احول hydrated iron 3 oxide. iron 3 oxide ده اللي هو ال Fe2O3، وهيدريتد يعني ماسك في ميه، يعني من الاخر الليمونايت. عايز اخليه يبقى ايه؟ ايرون 2 سلفايد. عايز اخليه يبقى فيس. سلفايد يعني فيس. حلو. ماشي. اول حاجه بيقول لك روستنج. روستنج كراشنج. سيبك من كراشنج، مش هتفرق معايا في حاجه. هو روستنج. روستنج يعني تعمل له ايه؟ تسخنه في الهواء. اي حد تسخنه في الهواء يديك ايه؟ هيماتايت. حلو. طب روستنج بعدين اعمل له ريدكشن عن درجه حراره اكتر من 700. صح، ما هو انت الروستنج اداك هيماتايت، تعمل له ريدكشن عن درجه حراره اكتر من 700. هيماتايت تعمل له ريدكشن عن درجه حراره اكتر من 700 يدي لك Fe. حلو. وبعدين بيقول لك حط عليه سلفر Fe زائد اس تديني فيس. فالاجابه الصح فعلا هي تشويس ايه. طيب. to get iron 2 sulfide اللي هو الفيس من iron 2 sulfate من ال FeSO4. يعني عايز اوصل من ال FeSO4 لده. ثيرمال ديكومبوزيشن هيديك هيماتايت. ليه؟ عشان ده حديد وما فيهوش كربون، واي حديد ما فيهوش كربون سخنه من غير هواء، يعني ثيرمال ديكومبوزيشن يديك هيماتايت. حلو. واعمل له ريدكشن عن درجه حراره اكتر من 700 كده بقى معايا Fe. واحط سلفر كده بقى معايا فيس. فالاجابه الصح تشويس ايه. طيب الفيس السيميلر تو مين؟ ال FeCl3 insolubility in water. solubility in water لسه ما خدناهاش. لسه ايه؟ ما خدناهاش. طيب الزد ان او inability to be oxidized. بص، هو دلوقتي الزد ان او الاكسجين هنا بنيجاتيف 2 والزنك بوزيتيف 2. هل ممكن الزنك اعمل له اوكسيديشن تاني؟ ان انا اخليه يتحول من زنك بوزيتيف 2 اخليه زنك اي حاجه تانيه؟ قال لك لا يا دكتور، هو اخره زنك بوزيتيف 2. فهما الاثنين ده ما ينفعش اعمل له اوكسيديشن، لكن الفيس مش ممكن اعمل له اوكسيديشن ويبقى Fe2S3، ان انا اخليه بدل ما ايرون بوزيتيف 2 يبقى ايرون بوزيتيف 3. اه. طب ال FeCl3 in the ability to be prepared from iron directly. صح. ليه؟ بيقول لك ان الاتنين دول شبه بعض، ان انا ممكن اجيبهم من الحديد على طول. ازاي يا دكتور؟ اه، مش لو مسكت حديد حطيت عليه سلفر هيديني فس؟ اه يا دكتور. لو مسكت حديد حطيت عليه كلورين هيديني ايه؟ FeCl3. فالاتنين بقدر اجيبهم من الحديد على طول فعلا. تعال نشوف اللي بعده. We can differentiate between two iron oxides which has the black color using. اقدر افرق ما بين اتنين حديد لونهم اسود عن طريق ايه؟ عن طريق ايه من الحاجات دي؟ ماشي. اول حاجة، مين الاتنين حديد اللي لونهم اسود؟ وخلي بالك ايرن اوكسايد يعني ايرن ماسك في اكسجين لونه اسود، فما ينفعش اختار حديد لوحده. ال FeO لونه اسود، وال Fe3O4 لونه اسود. افرق ما بينهم ازاي؟ الاجابه بكل بساطه دايليوتد H2SO4. ليه؟ ال FeO هيعمل رياكشن مع الدايل، لكن الماجنيتايت مش بيعمل رياكشن مع الدايل. ال FeO بيعمل رياكشن مع الدايل، لكن الماجنيتايت مش بيعمل رياكشن مع مين؟ مع الدايل. حلو أوي. 12. Which of the following statements is correct? The magnetic moment of iron in the two compounds produced from the reaction of iron with halogen or non-metal is equal. ماشي. طيب، هو مين الهالوجين يا دكتور؟ يعني Cl. مين النون ميتال؟ السلفر. او السلفر نون ميتال. اه. طيب، لو انا حطيت ال Fe على Cl بيديني FeCl3، يعني حديد بوزيتيف 3. لكن مع السلفر بيديني فس، يعني حديد بوزيتيف 2. الحديد البوزيتيف 2 ده بيبقى عبارة عن ايه؟ فاكر ارجون 18؟ 4s0 3d6، لكن ده 3d5. ده عنده 5 امبير دي الكترون، لكن ده عنده 4، فالمagnetic مومنت مش قد بعض. طيب، ايرون يقدر يعمل رياكت مع الدايل او الكونك سلفوريك اسيد ويديني نفس الحاجه؟ لا يا دكتور، غلط. ليه؟ الحديد لما احطه مع الدايل كان بيديني FeSO4 وخلاص، لكن لما تحطه مع الكونك كان بيديك ميكس FeSO4 Fe2SO4 H2O SO2. طب المagnetic moment of the two compound produced from heating iron to oxalate in air or absence of air is equal. طب هو انا لو مسكت الايرن 2 اوكساليت ده وسخنته في الهواء يديني ايه؟ دكتور، اي حديد بسخنه في الهواء بيديني هيماتايت. حلو. طب ولو absence in air يا دكتور؟ استني، مش الاوكساليت ده اللي هو الكوكو فيه؟ اه يا دكتور، يعني فيه كربون، يبقى يديني FeO.
يعني هنا بوزيتيف 2 وهنا بوزيتيف 3، فلا برضو مش قد بعض. فالإجابة تشويس دي. المagnetic moment بتاع الاتنين from reacting iron with hot air or stem is equal. انت لو مسكت الحديد حطيت عليه هوت اير اللي هو الاكسجين، او حطيت عليه الستم اللي هو الووتر فيبر H2O، في الحالتين هيديني Fe3O4، هيديني نفس الكومباوند فيها كده قد بعض. ماشي. 13. on roasting magnetic iron oxide. يعني ايه يا دكتور روستنج؟ يعني اسخنه في الهواء. لما امسك المagnetic iron oxide ده اسخنه في الهواء يديني ايه؟ جدع، هيماتايت. يبقى كومباوند اكسس فورمال اللي هو الهيماتايت. المagnetic مومنت بتاعته بتبقى قد المagnetic مومنت بتاع مين؟ يعني انا عايز حاجه الحديد فيها بوزيتيف 3 برضه، يعني اختار لي من الاختيارات دي حاجه الحديد بوزيتيف 3. حديد مع سلفر بيبقى فيس. الفيس يا دكتور الحديد هنا بوزيتيف 2 ما تنفعش. حديد مع برومين، هتقول لي ما خدتوش، هقول لك زيه زي الكلورين. حديد مع برومين زيه زي الكلورين، يديني FeBr 3. ايوه هو ده يا دكتور الاجابه. شكرا. ماشي. Which of the following reactions gives two different type of salt؟ مين من الرياكشنز دي بيديني نوعين مختلفين من الملح؟ roasting limonite than adding concentrated sulfuric acid. طيب انا عايز حاجه لما بحطها بتديني نوعين مختلفين من الملح. اه يا دكتور. ماشي. روستنج للليمونايت، لما امسك الليمونايت اعمل له روستنج يديني Fe2O3، بعدين احط عليه سلفوريك اسيد هيديني Fe2SO4 3. هل ده كده اداني نوعين من الملح؟ لا يا دكتور، ده اداني نوع واحد، يبقى ده غلط. heating iron 3 hydroxide at 200، لما تيجي تسخن ال FeOH تقول لي ثانيه يا دكتور ده حديد ما فيهوش كربون، صح؟ اي حديد ما فيهوش كربون اسخنه يديني مين؟ هيماتايت Fe2O3. وبعدين احط concentrated sulfuric acid. طب يا دكتور ده يطلع زي اللي فوق لانه اداني هيماتايت، فدي كمان غلط. heating iron في الاير، حلو. then adding diluted sulfuric acid. طيب اي حديد سخنه في الهواء يديك هيماتايت ما عدا مين؟ ما عدا الحديد. هيديك مين؟ ماجنيتايت Fe3O4. طب ال Fe3O4 يا دكتور ما بيعملش رياكشن مع الدايل، فدي غلط. فانا هختار الاخيره. ليه؟ دي هتديني Fe3O4، ولما احط عليها الكونك هتديني الميكس FeSO4 و Fe2SO4 3. فالإجابة الصح تشويس دي. ماشي. بيقول لك هجيب حتة حديد وأحطها مع كونك نيتريك أسيد. فهنا يا دكتور حديد مع الكونك نيتريك أسيد هيعمل لي إيه؟ باسيفيتي، تمنع أي رياكشن تاني إنه يحصل. فأنا ماليش دعوة إيه اللي هيحصل بعد كده. بيقول لك عدى عليه فلورين، عدى عليه أي حاجة، الإجابة هتبقى نو رياكشن، مفيش رياكشن هيحصل. ليه؟ عشان بتعمل باسيفيتي. ماشي. طب الباسيفيتي بتاعت الأيرون أقدر أشيلها فيزيكلي إزاي؟ تخربش يا باشا، تخربشها بالأبريشن. هتقول لي طب ثانية يا دكتور، طب ما أنا لو حطيت عليها دايل اتش سي ال هتتشال. بس دايل اتش سي ال دي كده تبقى حاجة ايه؟ كيميكالي، مش فيزيكالي. طيب to obtain pure carbon من الستيل واد ايه؟ احط ايه على الحديد علشان يديني كربون لوحده؟ طب هو الستيل ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ عبارة عن اف اي وكربون. ماشي. لو حطيت عليه ميه هيتفصلوا؟ لا. لو حطيت عليه H2SO4 و HCl هيتفصلوا. ليه؟ عشان الحديد هيعمل رياكشن مع ده وهيعمل رياكشن مع ده، فكده بقى بعدت الحديد عن الكربون. فالإجابة بوث A and C.